بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم معايا مرة أخرى. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله فغادي نقدم معكم بريوات باللوز معلكين، شاربين العسل، تيجيو مقرمشين من برا ومعلكين من الداخل. نتمنى أنكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الأخير. وما تنساوش تخليوا لي لايك وتبارطاجيوه ليا مع بالنسبه العائلة للمقادير اللي والأصدقاء. غادي نحتاجو، عندي انا هنايا نص كيلو ديال اللوز مفسخ. بالنسبه للتفسخ ديال اللوز كنخويو عليه الماء غليان، كنخليوه في داك الماء غليان واحد 2 دقائق اولا 3، وكنصفيوه من الماء نديروه في بلاستيكه ونبداو نفسخو بشويه بشويه. عندي معاه ربعه ديال السكر كلاصي، وعندي هنايا شويه ديال المسكه حره اللي مطحونه مع واحد المعلقه ديال السكر سنيده باش تطحن. بالنسبه لهذه عندي هنا تقريبا ثلث كاس ديال الزبده حيوانيه اللي دوبتها نوازيط كما شفتوا حتى تيتحد منها الحليب. وعندي ما زهر اللي غادي نجمع به هاد العقده هذه. بالنسبه للزبده وما زهر كنشوفوا على حساب اللوز واش ناشف او لا ميدوم. انا طحنت العقده ديال اللوز في الدار، يعني طحنت اللوز في المره الاولى بوحدو والمره الثانيه طحنته مع السكر كلاصي. داكشي باش استعملت السكر كلاصي باش هكذا تشكل ليا هكذا على شكل عقده. وممكن تطحنوه على برا. كنضيف عليه واحد قرصه ديال الملح، وكنضيف كما قلت لكم واحد نص معلقه صغيره ديال المسكه حره مدقوقه مع السكر سنيده. غادي نضيف ما زهر ونضيف الزبده على حسب الحاجه، يعني على حسب اليدام اللي كاين في اللوز وعلى حسب الكميه اللي غادي نحتاجو ديال ما زهر. فانا هنايا غادي نضيف في الاول فقط 3 ديال المعالق ديال الزبده، وغادي نضيف شويه ديال ما زهر، يعني واحد بجوج معالق اولا 3. وغادي نبقى يعني كنخلط في العقده، وكنضيف الا احتاجيت الزبده اولا الا احتاجيت المزهر اللي احتاجيته غادي نضيفه. هذه هي المقادير. ممكن تضيفوا القرفة اللي بغاها، ممكن تنسموا بالفاني، مهم، ولكن يعني من الأحسن أن يبقى هاد العقدة هذه تبقى على الطبيعة ديالها باش تبقى تقليدية 100%. ما كنضيفوش عليها شي نكهاتها الطبيعية، يعني كتكون غير المسكة حرة واللوز. غادي نضيف انا غنبقى نضيف كما قلت لكم الزبده وندير المزهر على حسب الحاجه، لان كاين اللوز اللي كيكون ميدوم وكاين اللوز اللي كيكون ناقص شويه من الليدام. وكذلك المزهر كان على حساب اللوز واش ناشف بزاف او لا الا كان ما نشفش مزيان فراه ما غنحتاجوش بزاف ديال المزهر. فانا هنا كنضيف شويه بشويه، وكنحاول نتحسس يعني بيدي كنعجنو بيدينا باش كنتحسوا العقده كيفاش دايره. راه كندلكوها شي شويه حتى كنحسوا بانها راه تجمعات وارتبط لينا في يدينا. هنا كما شفتوا راه استعملت تقريبا داك ربع كاس اللي كان عندي اولا ثلث كاس اللي كان عندي ديال الزبده، راني استعملته كله حتى بقى لي غير داك التخت التحتاني. صافي من بعد ما تشكلت عندي العقده كما كتشوفوا فغادي نشكلها الكريات، كريات بالحجم اللي بغيتو من 8 حتى ل 10 غرام. الا بغيتوهم صغيورين بغيتوهم اكبر فممكن تضيفوا يعني تزيدوا في الكميه ديال الغرامات. انا هنايا استعملت 10 غرام هي اللي استعملت في كل وحده. 10 غرام راه تيجيو هما هادوك. ممكن ديروا حتى 8 الا بغيتوهم يجيو صغارين بزاف. يمكن انا هنا درت 10 غرام، وممكن حتى ما تكوروهمش هكذا، يعني غير توزنوهم بلا تكوار، يعني غير شويه شويه تاخذوا شويه العجينه شويه العجينه حتى توزنوهم باش يجيوكم كاملين مقادين. ومن بعد ما كنساليو الكميه اللي عندنا كامله تنغطيوها ببلاستيك غذائي، وكندوزو باش كنجيبوا الورقه وكندوزو باش نقطعوها. ضروري ما تغطيوها هذيك العقده تغطيوها، الا كنتو عاده تخرجوا تجيبوا الورقه فاحتفظوا بها بالعقده في الثلاجه باش ما ديرش يعني سورتو الا كان الجو سخون باش ما تحماضش. هنايا غندوز نقطع الورقه، فكنعبر واحد جوج او ثلاثه ديال الصبعان في الورقه، كنحيد داك الجنب اللي تيكونوا شويه ناشفين، كنحيدوهم. ومن بعد فكنعبروا القياس اللي بغينا ديال الورقه. انا هنا تقريبا درت ثلاثه ديال الصبعان، ما كاملينش، ما بين جوج ثلاثه الصبعان اللي كنديروا على حسب شحال دايرين ديال العقده. وكنديروهم هكذا بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. راه الفيديو موضح نفسه. كنديرهم شرائط كنقطع بالمقص حتى تنكسالي الكميه اللي عندي كامله. انا هنايا جبت كيلو د الورقه ولكن ما استعملتوش كله، يعني بقى ليا منه.
بالنسبه لديك الزوائد اللي كتبقى في الجوانب فنحتفظوا بها لاننا غنديروا بها ان شاء الله وصفات اخرى غادي نحطها لكم. صافي كنحتفظوا به في بلاستيك وغادي ندوزو باش نلويو البريوات ديالنا. تنمشي لسطح العمل تندهنو بشويه ديال الزيت وتنكون موجده واحد الخليط ديال الدقيق ما بين الماء والدقيق اللي تيكون واحد العجينه تكون شويه ماشي سائله وماشي قاصحه بزاف. تناخذ الشرائط ديال الورقه كنحاول انني نديرهم في سطح العمل عوض ما نبقى نخدم وحده بوحده. فانا كنسرح واحد الكميه ديال الورقه يعني واحد على حسب سطح العمل اللي عندك، ممكن 5 ممكن 6 ممكن 8 10 على حسب الاتساع اللي عندك في البلاصه اللي غتخدمي فيها. انا هنايا من بعد ما غادي نسرحهم كاملين يعني كندير واحد الكميه حتى تعمر البلاصه اللي قدامي وغادي نبدا تنوزع في كما شفتوا. غادي نبدا تندهن الاخير ديال البريوه فين غنطويها تندهنها بديك الخليط ديال الدقيق مع الماء وتندير الكرات ديالي تنحطهم في الحاشيه ديال الورقه وغادي نبدا نطوي. يعني هكذا كتجيني الطريقه اسهل. تنهزوا القنت الاول ديال العجين وتنديروه على البريوات. الطريقه ديال التشكيل ديال البريوات تنظن انها ماشي صعيبه، غير خاصنا يعني نحاولوا ان ديك الجناب نضو يعني يكونوا الجناب مقنتين واقفين مزيان وكذلك يكون اللوز مغطي مزيان باش ما يدخلش فيه باش ما يطرطقش لينا في وسط هذا في وسط الزيت. وفاش كنطويو البريوه راه كنمشيو داك المثلث ديما كيمشي موازي مع هذاك الشريط ديال الورقه اللي عندنا. يعني ماشي هنا كنحاول انني نقربها لكم بشكل افضل. كنضغطوا شويه على ديك الكره من الوسط كنضغطوا عليها وكنديروا فوق منها طرف ديال الورقه كنحاولوا نقادوا داك العقده على شكل مثلث من الداخل وصافي كنمشيو بهذه الطريقه كنبداو نطويو. فاش كنوصلوا للاخير كنديروا شويه ديال الدقيق ديك الخليط ديال الدقيق وكنقطعوا الزائد ديال الورقه. صافي ما كنضطروش اننا نخشيو الورقه في الداخل راه كتلصق بوحدها من بعد ما كندهنوا بهذاك الدقيق وكنقطعوا الزائد فكتلصق. صافي غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها وغادي نحتفظ بالبريوات ديالي. انا هنا خليتهم صايبتهم بالعشيه وخليتهم ديك العشيه والليل كامل حتى كينشفوا مزيان مزيان مزيان. ضروري انهم يباتوا باش ينشفوا باش ملي نديروهم يتقلاو ما يتحلوش وما يطرطقوش لينا في الزيت. من بعد فكندير واحد الاناء غارق. انا هنا استعملت هاد الطاوه هذه عندي كبيره شويه وغارقه كندير فيها كميه ديال الزيت الكافيه وعندي هنا العسل. من بعد ما دفيته ضروري يكون شويه العسل سخون كنسخنوا الزيت مزيان حتى تسخن ثم كنقصوا النار ونقصوها شويه يعني تكون قليله النار تكون قليله تنديروها هادئه جدا وكنبداو تنقليو. فتنديروا الكميه اللي غادي تكفانا في الاناء اللي حنا كنطيبوا فيه اولا في المقله اللي كنطيبوا فيها. كنديروا كميه ديال البريوات ومره مره تنبداو تنحركوا هي شويه ماشي بزاف يعني مره مره نحركوا مره مره نحركوا باش كياخذوا لينا واحد اللون ذهبي يكون داير بهم من جميع الجوانب كما شفتوا. فضروري مره مره نحركوا حتى كتحمر عندنا البريوات كيتحمروا لينا وكياخذوا لينا واحد اللون يكون غير ذهبي خفيف جدا كما كتشوفوا بحال هكا. وغادي نحيدهم ونديرهم مباشره في العسل وغادي نحاول ننزلهم في وسط العسل باش يعني باش يشربوا ليا وهما سخونين يكونوا باقين سخونين. كنحطوهم في العسل وكنحاولوا نهبطوهم. هنايا راه كتشوفوا معايا العسل برغم انه سخون فكنعاونهم انهم يهبطوا مزيان في العسل. وهنا من بعد ما ساليت الكميه كامله فما كنحيدهاش من العسل كنخليها تتبات ليله كامله في العسل باش كيشربوا ليا مزيان مزيان مزيان. ومن بعد كنحيدوهم كنستقطروهم وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كما كتشوفوا فكيجيو مذهبين. حاولوا ما تحمروهمش بزاف باش يعني يبقاو لكم في لون ذهبي جميل من بعد ما كيتعسلوا. كما كتشوفوا فكيرجعوا كيتنفخوا من الداخل كيرجعوا بومبي وكيرجعوا يعني بواحد الشكل زوين زوين بزاف وكيجيو معلكين وفي نفس الوقت مقرمشين من على برا. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتجربوهم ويصدقوا لكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.